السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت طالعة معاكم بس من دقايق والشبكة ما ظبطتش معايا فالبث فصل. كنت بقول لكم تعالوا نجهز العشاء سوا. الفكرة من ان انا اطلع البث ان انا اوريكم البوتاجاز ده او السخان ده سخان كهرباء. اشتريته امبارح من بن داود، الفرع اللي هو جنب الحرم المدني على طول. كان قدامي اللي هو الشعلة الواحدة اللي هو كده، بس الجزء ده بس كده كان قدامي بحاجة وتمانين، ب87 او ب88، وكان قدامي نوع ب99 ريال. فاللي خلاني اجيب شعلة واحدة بالرقم ده او بالثمن ده، لا انا رحت جبت الشعلتين الاتنين، لقيت ده عليه عرض كان ب100 تقريبا 26 او 129 مش فاكرة. هو شعلتين زي ما انتم شايفين. تعالوا بينا. طبعا انا الهدف من الفيديو ان انا اوريكم انه ما شاء الله البوتاجاز ده او السخان ده عملي جدا. طبعا لما بتيجي تطلعي بوتاجاز صغير او حاجه معاكي للفندق بتبقى ممنوعه وكده علشان انذار الحريق، فده امن وان شاء الله يعني يكون عملي معاكي. انا جربته الصبح، سخنت عليه الفول. انا طبعا جايبه الاكل معايا من مكه، عامله كام وجبه كده زي كده. مثلا دي فراخ ومعاها البطاطس، بحطهم في الطبق زي كده، طبق فلين، وكنت مغطيه بالفويل ده. وجايبه معايا كمان الطاسه دي او المقلايه دي، جايباها معايا من مكه. وطبعا لانه دي صغيره على الاكل وكده، فانا كنت في محلات ابو 5 من شويه واشتريت دي كمان. دي جامده قوي وما شاء الله عمليه جدا، وحجمها الساعه بتاعته حلوه قوي. هنسخن مع بعض العشاء. الاول عايزه اوريكم البوتاجاز ده بيشتغل ازاي. بسم الله. بصوا كده اهو بدأ ينور معايا. رقم 1 ده اقل حرارة، ببدأ ازود 2 3 4 لحد 3. ده تسخين الاكل العادي. تمام. لو حابة اغلي بقى حاجة او يعني الدرجات القصوى للحرارة، بوصل 4 5 وابدأ هنا. مش عارفة الكاميرا مبينة ولا لا. كده اعلى درجات الحرارة. طبعا في نقطة هنا معرفش باينة ليكم ولا لا. ده المفروض المؤشر بتاعي بيجي قدام النقطة دي. تمام. فانا هنا بدأت ان انا اشغل، بدأ يسخن معايا اهو واحدة واحدة. اشغل التانية كمان. بسم الله اهو. انا هنا ممكن احط البطاطس وهنا هحط الفراخ علشان الاتنين يسخنوا في وقت واحد اهو بالشكل زي ما انتم شايفين بالشكل ده. البطاطس دي هقول لكم على الخلطة التتبيلة اللي انا حطاها عليها. هي مش صينية بطاطس، هي بطاطس بيضة خالص وحط عليها الخلطة بتاع الفراخ. ودي الفراخ بتاعتي اهي، معرفش واضحة ولا لا. هنبدأ بقى نغطيها بالفويل، بس قبل ما هغطيها هبدأ احط بس ايه مية بسيط قوي علشان ما تلسعش وهي بتسخن. غطيت عليها بالفويل بالشكل ده. هسيب الاكل بتاعي يسخن. طبعا هي من ضمن تعليمات استعمال البوتاجاز ده كمان انه تسخن في الحاجة اللي يكون السطح بتاعها مش عالي او الارتفاع بتاع الحواف بتاعتها مش تكون عالية. عايز حاجة تكون زي المقلاية او الطاسة كده. البوتاجاز ده كمان ما شاء الله هينفع معاكي في مصر، لانه انا كمان جايباه كهربته 50-60. الفولت بتاعه الفولت بتاعه 220 على 240. الواط بتاعه 2500 واط. فما شاء الله هينفعني قوي في مصر. لو رايحه مصيف كمان هينفعك قوي. لو ما فيش امكانيات في اي مكان، ده بتاخديه معاكي في شنطتك، ما بتحمليش همه اهو. ما شاء الله انا عاوزه اوريكم. بسم الله ما شاء الله اهو شايفين. من اول ما بدأت الفيديو لحد دلوقتي الوقت ما بين بداية الفيديو لحد حالا مفيش دقيقتين، وما شاء الله بصوا كل ده في دقيقتين. بسم الله ما شاء الله. بطفي خلاص.
ما شاء الله الاكل بتاعي خد بالظبط 4 دقايق، وزي ما انتم شايفين خلاص كده مش محتاج يقعد اكتر من كده. هبدأ شايفين افرق الاكل بتاعي بالشكل ده، وابدأ احط الفراخ بتاعتي اهي. فرغت الطبق بتاعي كله، وادي الطاسه ام 5 ريال اللي لسه جايبينها مع بعض. ادي العشاء بتاعنا، اتفضلوا معانا. اهو عامله كمان معايا، جايبه معايا سلطه طحينه، جبنه شيبسي وجبنه شطه حاره، والبيبسي طبعا والميه. بالمناسبه قبل ما اختم الفيديو، البطاطس زي ما قلت لكم انا مش عاملاها صينيه بطاطس، البطاطس انا عاملاها متبلاها بنفس تتبيله الفراخ. هنزل لكم طريقتها في فيديو مستقل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعيل جرس الاشعارات ولايك للفيديو، ونتقابل في فيديو جديد. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم.